انا بغيت لي اقصى عقوبه، ما غنسامحش ليه لا في الدنيا لا في الاخره، حيت عذبنا في حياتنا. الوريد هو الشيء اللي مرقب. واش بتزمك في هذه الفلوس؟ بتزمي دار لها 6 مليون نصب عليها. هذيك الشكايه ضد هذاك الملقب بولشيميا والمجموعه اللي معاه. اخوان السلام عليكم، نتمنى من الله هذا الفيديو يلقاكم على خير وبخير. الفيديو ديال اليوم غنهضروا على قضيه رضا والشينويه. في الحقيقه هذا الموضوع ما كنتش باغي نهضر فيه، لحقاش من الاساس مولا ما عنديش معاه، ولكن ملي كتشوف بحال هاد الرواي بيضاء كيفوت الحد وكيدير شي حوايج اللي ما هما من الخصال ديالنا كمجتمع اسلامي كمجتمع مغربي كنرفضوهم، وانه تمادى في الوقاحه ديالو في قله الدين، ضروري بنادم خصو يهضر على الاقل باش يغير هذا المنكر، سواء قدام الله تبارك وتعالى ولا قدام نفسك. حيت هاد الراس هادي كترو بشكل كبير ولاو كينتشروا في السوشيال ميديا بحال شي فيروس، اوليو باش يكثروا الناس اللي كيعطيو محتوى هادف ويفيدوا الناس ويفيدوا الوليدات، ولاو كيكثروا هاد الناس هادو. فمن الاحسن ان الناس يهضروا ويحاربوا هاد التفاهه. بحال رضا والشينويه بزاف ديال الرويبضه كثروا في السوشيال ميديا، وخص ضروري يتوضع عليهم شي حد باش يكونوا عبره وما يكثروش. فتحيه لرجال الامن الوطني اللي خداو هذا الاجراء في حق هذا السيد هذا. وفي هذا الفيديو هذا غنشوفوا بزاف الحويجات اللي بزاف الناس ما عارفينهمش، الضحايا ديالو والجمعيات اللي تدخلوا حتى هما في الخط ديالو. منهم واحد الجمعيه ديال الرئيس ديالها هو عبد المجيد بن حسين، اللي جمعوا دوك الفيديوهات ودوك الاوديوهات اللي انتشروا في السوشيال ميديا وقدموهم لرجال الشرطه، اللي غيستدعيو حتى دوك الناس اللي نشروا هذوك الاوديوهات وهذوك الفيديوهات باش يبان كلشي هادشي منين جا. حيت على ما كيبان هذه شبكه كبيره. وحتى الممثله لبنى ابيضار اللي كانت خرجات مؤخرا مع سعيد النصيري كتهضر على شنو كان وقع ليها معاه، كانت قالت حتى هي بالله راه حاول معاه ولكن ما شداتش ليه، حتى هي استدعوا رجال الشرطه. فالفيديو غنشوفوا شي تفاصيل اللي هي مهمه لهذا السيد هذا. بزاف على واحد الوالده عندها 70 عام شبع فيها معيور بابا منشوره ما دايره لي حتى شي حاجه وشبع فيها معيور، حتى جانا للقضاء شي منشوره هذه كان نصب عليها بواحد 2 مليون، قال لي غنطلع التيك توك تاعك. الو راه ملي نصب عليها ولا كيتفاوض معاها، كتقول لي يعطيني رزقي ما درتي شي، كيقول لها لا هذه واحد الحفل واحد الدار تلاقى معاه في واحد الحفل بوحدها، شدا هو يخلع على الطابله وهذه قدام الناس، وهذه المهم السيده سخفات وعندها 70 عام وبنادم فيه السكر وفيه طونسيون. المهم طاحت السيده، جينا حنا غوتت لينا، هو مشى في حالته، غوتت لينا، تقدمنا للجدرميه، درنا محضر على الجدرميه، تقدمنا الشكايات، بقينا صافي قلنا نقولوا للوالد تعرف غديري مشي في حالته، حنا غنخلفوا لك هادشي اللي دار لك غنخلفوك ماشي مشكل. المهم علينا حتى كنتفاجئوا واحد النهار عندي واحد الخوه كدير تيك توك، طلع لها تيك توك مزيان، دايرين واحد العيد الميلاد لواحد بنت الاخت، انا من دايرين عيد الميلاد، كنتفاجئوا تيك توك تحيد من بلاصتو. المهم تحيد من بلاصتو، نات الوالده الخوادري ما قالت والو، الخوادري قالت لك صافي انا ماشي مشكل، المهم المصاب. نات الوالده دارت واحد اللايف، دارت واحد اللايف ما عيراتوش هما، ما عيراتوش اصلا، ما عيراتوش، كتقول حسبي الله ونعم الوكيل، هذه الله ياخذ فيكم الحق، هذه التناضوا هما ناضوا واحد التسريبات المعيور السبان في واحد اللايف، مو ماشي تمو عا كيشقى لها كيشقى لها بتعرف ماشي مو، هي اصلا ماشي مو، كيشقى لها، كان مربي لاولادها. المهم علينا تناضوا هوايا، خرجت هي، خرجت بنت اخرى وينوضوا هو، قال لها سكتي انا نعطيهم، وبقى كيشبع فينا معيور السبان هذه. المهم شدينا السيديات، درناهم، شدينا الفيديوهات درناهم سيديات، قدمناهم، درنا شكوى، قدمنا للوكيل الملك، مشينا لابيشي تاع مولاي رشيد، عمرونا محاضر، الورا من عمرونا محاضر، تصنتوا لينا، تصنتوا الاخ الصغير، تصنتوا الاخ المتوسط، تصنتوا للخوادريه، تصنتوا للوالده. من تصنتوا ليهم صافي بقينا كنجيو عندهم. وحدنا كنكتشف طالع هو بشورت، انا اللي باقي ما بغيتش تدخل لي دماغي، طالع شورت في لابيجي منطقه مولاي رشيد، طالع بشورت وصنداله بحال هو مخيم في النحله، طالع وبدا يعيح، لا انا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، انا ربكم نمشي معكم للحبس، انا هذيك قدام شاف لابيجي، شاف وتشينويا ريدا بوزيدي وتشينويا ملقب لي وتشينويا، جا بغى يضرب راسو، بغى بحال بغى يضرب راسو بجاجه ولا يشدو، شاف لابيجي طيحوا، داروا لي فيديوهات، بقينا باركين، ما هضرنا معاه ما تكلمنا معاه ما والو، ما علينا. قال لك اودي حنا غنتسناو، قال لك اودي عمرو راني محضر، درنا لي فيديو غنستشروا مع النيابه العامه باش على حساب هذاك المشاكل اللي دار وسط لابيجي، كنتسناو غيتعتقل، ما تعتقلش. من تستشروا مع النيابه العامه توقف حاله صراحه،
جينا دابا تقدمنا للمحكمه المشكوره، تقدمنا للمحكمه الابتدائيه، حتى كنتفاشوا قال لك اودي راه تعتقل في قاعه 3. شنو المطالب ديالكم نتوما يعني؟ المطالب تاعنا ما غنسامحوش ليه، انا بعدا ما نسامحش ليه، حيت عذب لينا امنا ما غنسامحش ليه، لا في الدنيا لا في الاخره. هذا واش بتزمك في هذه الفلوس؟ ابتسموا دار لها 6 مليون نصب عليها. وعندنا ما يفيد، وعندنا السيديه تاع الهاكر اللي دا الاخت دا لها الفيديو تاع عندنا سيديات كيبتهز فينا كيقول عطيني 7000 درهم، عطيني 8000 درهم، عطوني 3000 درهم. وعندنا الاوديو تاع الهاكر اللي كيقول لنا ودي راه جات عندي الشينويه وجا عندي رضا بوزيدي اللي ملقب بالشينويه، وجات عندي الحكومه هي اللي عطوني 7000 درهم وقال لي حيد السيده حيد لها التيك توك تاعها. هذيك الشكايه ضد هذاك الملقب بالشينويه والمجموعه اللي معاه. احنا هادو الناس اللي كيرتكبوا جرائم داخل المملكه المغربيه راه خصنا نبلغوا بهم. احنا راه بدانا الشكايه بالسيد وكيل العام ديال الدار البيضاء محكمه الاستئناف، وطلبنا كذلك السلطه الوطنيه باش تفتح معاه تحقيق هو والناس اللي صرفوا هذوك التسجيلات. كاينين مجموعه ديال الناس راه وضعنا بهم شكايه، هذيك تقول لي البدويه، هذيك خويا مستار، هذو كلهم احنا وضعنا بهم شكايات في الاسبوع اللي قبل من هذا. يعني احنا اي واحد كيمس بلادنا وكيمس بالمواطنين فاحنا راه كنوضعوا شكايات كنديروا كنبلغوا. احنا ماشي الطرف ولكن كنبلغوا على واحد الجريمه، النيابه العامه مباشره كتفتح تحقيق. خويا اللي وقع كان واحد المشكل ولينا كنجيو للمحكمه كنلقاو تهديدات من عند الطرف الاخر، كيتلقاو لينا كيبداو يعايروا فينا وسط المحكمه، كيسبونا، كيبداو يعايروا في الام ديالي، انتي مشوهه، انتي هادي اللي عندنا معاهم النزاع من الطرف الاخر، كيشبعوا فينا معيور. كنحضروا راسنا بحال دابا خرجنا من واحد البلاصه باش ما يقايسوناش، باش ما يقربوش لينا. حنا بغينا هذيك خويا خدا يا خويا الا كان دير الذنب غياخد حقه، فهمتي، غياخد الجزاء ديالو. وإلا كان فري داير داكشي ولا داير، راه القانون ما غاديش يكذب عليه، فهمتيني، داير خاصو يتعاقب. هادي ياك هادي الهضره، داير خاص رضا دار واحد المشكل خاصو يتعاقب عليه، ديك السيده دارت لنا مشكل خاصها تتعاقب عليه. القانون راه نازيه، ما غيظلم لا خويا لا غيظلمها هي. ماما مريضه حالتها، انت شتي عينيها كي دايرين طونسي وجلاله تفرقعوا لها في عينيها. اللي كلشي خرج ضدكم هاد السيد، هاد الناس اللي خرجوا ضدنا ما كيعرفوناش. هاد الناس كيتصلوا بهذوك الناس عندنا معاهم النزاع، كيعطيوهم شنو يقولوا، كيطلعوا يقولوا. عطينا خويا سعيد شي وحده تحط علينا الدليل ان حنا فينا داكشي. واحد السؤال، قبل ملي كان خرج رضا كان كلشي كيبغي كلشي كيعيط عليه، علاش ملي طاح كلشي ولا ضد؟ ما انا دوك الناس اللي كانوا كيعيطوا ويجيو عندكم على قبر رضا واش باقيين كيجيو دابا؟ كاينين ناس حبابنا، كاينين عائلتنا، فهمتي، ماشي بزاف، ولكن الطرف الاخر فهمتي كاين الناس كيمشيو عند الطرف الاخر كيعايرونا مع الطرف الاخر. الطرف الاخر وصلنا لواحد الشوهه ديال اللي شافنا كيعايرنا كيقول فينا حنا فاعلين وحنا تاركين وحنا ما حنا كمل من عندك، يعني تخسر الهضره. شفنا رضا بخير الحمد لله بخير، ما فهمت ما غنقدرش، ولكن قال لنا انا ما زعما انا بعدا باش نقول لك بداكشي ديال المحامون راه ما داويش على المحامون، وانا كنطلب منهم الاعتذار كاملين اللي كاينين في المغرب كاملين، ياك كنطلب منهم الاعتذار. وواخا خويا راه ما داويش عليهم، داوي على المصري واحد جوج محاميين في الامارات مصريين، ما داويش على المغرب اللي كانوا داو ليه فلوسو كما قال لي. انت دوي، حيت هو في الجلسه راه قال هادشي، قال داو لي فلوسي وانا كنت كنعاود الناس داكشي اللي كنت كنعيش في الامارات. هو كان هضر عليه داك المقطع ولا هضر بس؟ لا هضر فيديو، انت خداو المقطع اللي بغاو هما، هادشي اللي كاين. وراه حنا كنطالبوا لا من المحامون ديال هنا لا من المحامون ديال الامارات لا ديال مصر، كاملين يسمحوا لينا، لانه خويا ما دواش على المغرب، ما دواش على المحامون اللي في المغرب، دوا على اللي في الامارات مصريين، وخداو هذاك المقطع وداروا به ما بغاو كيكثروا الجناوه. يا رضا علاش ما تدارش محامين؟ المحامين كلهم باغيين ينصبوا، كاملين نصابه، شي تيقول لهم 10 مليون، شي تيقول لهم 6 مليون، شي تيقول لهم 7 مليون، شي تيقول لهم 8 مليون، كل واحد واش تيقول. ولد الشينويه ما بقاش عنده فقط مشكل ديال تسريبات بعض الاوديوات، الان اصبح له يعني واحد الاشكال اللي هو كبير في مواجهه المحامون. وكيجينا واحد ديال الدبالج وكيشطح فوق الطوابل والى غير ذلك، مؤثر يدعي انه مؤثر وضربنا في قطاع ديال الدفاع. كيف يعقل؟
وخير دليل ودابا هو في الاستماع ديال الفرقه الوطنيه الان، ورغم ذلك مشى ضرب في المحاماه. والان شكون كيدافع دابا على ولد الشينويه فاش تم الاحاله ديال المحكمه؟ واش كاين شي محامي الان عنده جرأه انه يدافع على رضا ولد الشينويه؟ لانه الا كان غيدافع عليه ما عندوش غير على الميدان، ما عندوش غير على البدله، ولا سيما انك عارفوا محامون اليوم قال بكل جرأه جمله وتفصيلا وصوتا وصوره على انه المحامين كاملين نصابه. شوف السيد بكل جرأة وبكل ثقة في النفس، يعني هذا كيف ما قلت لك الزميل، هذا راه يوزع على الاستقرار، هذا كيف ما اليوم تطاول على هيئة المحامي يقدر يطاول على أنظمة قضائية، يقدر يولي فيصل يخرج البلاد ويولي يضربنا في الوحدات الترابية والمقدسات. واكيد أن القضية كبرات بالنسبة لرضا ولد الشينويه. الآن رضا ولد الشينويه أمام مشكل ليس كباقي المشاكل في مواجهة المحامون، وكنعرفوا كيف ما شفتوا الإخوان. السيد عنده بزاف ديال القضايا في المحكمة، عنده بزاف ديال العيب مع الناس، وهذا الشيء نتيجة ديال قلة الدين. والله تبارك وتعالى يمهل ولا يهمل، ضروري اللي غلط كيجي واحد النهار كيخلص. شكرا على المتابعة، وما تنساوش ديروا لنا لايك وتبارطاجيو الفيديو، واللي ما مشاركش في القناة يتشارك. والسلام عليكم.